حبة حبة اشتريت جوال ونزلت فيه له العاب، حبة حبة ادمنت الالعاب، حبة حبة هكرت الالعاب. نعم يا احبتي، سابواي والالعاب هذه كلها انا هكرتها. على فكرة كان في برنامج كذا اصفر ومبتسم اسمه لاكي باتشر، هذا شوفوا بديت اقول لكم المعلومات العميقه. شايفين انا فنطل، بس ما ححذف المقطع هذا لانه اليوتيوب نفسهم جو كلموني. لكن بتجر هذا ايش كان يسوي؟ كان يهكر الالعاب الخفيفه اللي هي اوف لاين، يعني الالعاب اللي ما تشتغل بالشبكه. بس انا كنت احب الالعاب اللي تشتغل بالشبكه اكثر من الالعاب اللي ما تشتغل بالشبكه. ايوه، عشان تهكر الالعاب اللي تشتغل في الشبكه لازم تحمل في جوالك شيء اسمه روت. انا ما ححذف المقطع هذا. الروت هذا في الفتره الحاليه صعب جدا انك توصل له، مستحيل. احس انه مستحيل والله، لانه اذا جيت تبى تنزله في جوالك لازم تنزل اول شيء الروت في البي سي، وعشان تنزله في البي سي لازم تقفل تطبيق الحمايه. هنا انت معرض للاختراق بنسبة 99.9%. فعشان كذا نصيحة مني لكم، لا حد يحاول يبحث عن المواضيع اللي قاعد اتكلم عنها. طيب خلونا نكمل. نزلت التطبيق هذا في الجوال. طبعا التطبيق هذا من قوة ما انه شيء كذا كبير، لما تحمله في جوالك ضمان الجوال خلاص ينتهي. ما عندك في الجوال ضمان. جوالك ينكسر توديه للشركه يقولوا لك هذا مو جوال، انا ماني اعرف اكسر، لانه باختصار الجوال يكون بدون حمايه. فوق ده كله لما تيجي تبى تبيع الجوال ما تقدر، ما حد يبيعها منك. حتى في الايفون في شيء زي الرود اللي هو الجلي بريك، فانتبهوا تنزل. انا قاعد اقول لكم. طيب انا تعلمت الاشياء هذه عشان اهكر الالعاب فقط. بس الشيء اللي ما تعرفوه يا اخوان انه انت اذا تعلمت الاشياء هذه، الرود الجلي بريك والاشياء هذه، لسه انت حتى ما وصلت لنص بالمية من الهكر، لسه انت 25 هللة من الهكر، شيء زي كذا. فاهمين؟ المهم عدت الايام والاسابيع ودخلنا على فترة ترند السوشيال ميديا. خلاص السوشيال ميديا صارت ترند، واولها كان الواتساب. طيب انا هنا اكتشفت جليتش في الواتساب. الجليتش هذا كان يخرب الجوال فعليا. ايش الجليتش هذا يا تاحو؟ رسالة تبلغ مساحتها ممكن 100 مليون مساحة، تنسخ الرسالة هذه وترسلها للشخص اللي انت تكرهه. بس هذا اللي احتاجه منك. الشخص اللي تكرهه اول ما يخش على الرسالة جواله يعلق، خلاص جواله يودع كذا مع السلامة. بعدها اكتشفت جليتش ثاني في الواتساب. الجليتش هذا طلعني من ورطات كثيرة والله العظيم. كان يمديني يا اخوان والله العظيم في الواتساب العادي، وربي ما اكذب عليكم، اني اغير في المحادثات. يعني كيف؟ انت الحين ارسلت لي تاحو كيف حالك، صح؟ اقدر اغير الرسالة هذه واخليها تاحو ايش بامك. عموما يا اخوان يوم ورا يوم انا كنت اتطور. التطبيق اللي كان يطورني متصفح اسمه يبدا من يو، خلاص ما حكمل صراحه. هذا التطبيق يا اخوان في ايامه الحمايه فيه كانت ضعيفه جدا، ترى حتى اليوتيوب كنت اخذ منه شروحات كثيره زي كيف احكر العاب ومدري شيء غريب والله. ما علينا من الطويل يا اخوان. عدت الايام واكتشفت عصابه هاكر. العصابه هذه كان عندهم جروب في برنامج ازرق. عموما دخلت مع العصابه دي، والعصابه هذه ايش كانت تسوي؟ كانت ترسل اي ثغره كذا تطلع في برنامج في الجروب على طول بدون اي كلام، والمشكله انه ثغراتهم تطلع حقيقيه. انا بصراحه دخلت الجروب وانا عندي احتياطاتي، يعني مثلا ما دخلت معاهم برقم الاساسي، لا دخلت معاهم برقم امريكي مجهول ومميز. يعني الرقم هذا اللي اخذته الواحد ياخذ بفلوس ممكن 10-20 ألف. ترى لحد الان تقدر تاخذ رقم امريكي عادي في اكثر من برنامج، بس الرقم اللي انا اخذته حتنصدموا اذا قلت لكم كم كان الرقم. قدوا دحين اعتقد الرقم هذا مع امريكي كذا مع ترامب وبايبال هذا، لانه كان رقم مميز. عموما دخلت الجروب وبديت استفيد منهم. وهنا تقدروا تقولوا انه تاحو بدا يخترق حسابات في الانستغرام. اتذكر في ايامها يا اخوان كان عندي لسته كامله كده حسابات، حساب فيه له 6000 10000 80000 90000 100000. والمشكله انه انا عمري كان صغير، يعني لسه حتى ما بلغ. لازم تعرفوا شيء واحد، انه الهاكر عباره عن ثغره. ايش هو الثغره يا تاحو؟ بعطيكم اقرب مثال. مثلا انت ساكن لوحدك وجاي يوم تبى تطلع، وقبل لا تطلع قفلت الباب بالمفتاح ومشيت. هل الحراميه يقدروا يخشوا باب بيتك؟ لا، بس اذا نسيت الباب مفتوح ومشيت الحراميه اكيد بيخشوا. بالضبط هذه الثغره. وغالبا الثغرات تطلع من اصحاب الشركات الكبيره، مو اصحاب الحسابات اللي تتهكر. طيب انا بعطيكم ثغرتين كنت استعملها لتهكير الحسابات. اول ثغره كنت اهكر الحسابات عن طريق الدعم الفني. نعم، حتسالني كيف عن طريق الدعم الفني؟ مثلا انت عينك على حساب معين، ايش تسوي؟ تكتب لك صيغه كامله تبرر الصيغه هذه انه الحساب هذا لك انت، وفي الاخير تحط له كود. الكود هذا يا اخوان يعتبر زي العرض اللي قدمته للدعم الفني. طبعا ترسلها له بطريقه جدا مشفره، انا ما بقول لكم كيف، بس الطريقه مشفره لدرجه انه الشركه